المقومات ديال الشيخ الفيزازي والمتطلبات اللي تيطلبها تجوز او لا تجوز، تكون مقبوله او مرفوضه، داكشي كيبقى عنده هو. يلا صافي، احنا عطيناكم، راه قلنا لكم الشيخ الفيزازي حسب ما اعلم والعلم لله ما عمرو دار 4 كاملين. هذا ان دل هذا على يكون شيء يعتزل. يدل على الفحوله. انا مره كان حتى الجمعه حتى الجمعه حتى الجمعه حتى الجمعه لا حول ولا قوة إلا حتى بالله. الجمعه. حنا كنعرفوا الشيخ فنرجع. الفيزازي ولا مسكين ما بقاش كيبغي يجاوب على كل شيء، نقولوا نديروا شويه البركه وصافي. الله يكبر بك أخي ياسر. تحياتي شيخنا فعلى الفاضل، كل حال تحياتي. نرجع للحديث النبوي الشريف: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره وهو مظلوم، فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال: أن تضرب على يديه أو أن تمنعه من الظلم، فذاك نصر له، أو كما ورد. فعندما تمنع أخاك، وأقول أخاك ابن أمك وابن أبيك، شقيقك، وليس فقط ابن بلدك من إنزغان ولا من طنجة ولا من وجدة، ولا لا، ولد يمك وبابك. نصره أن تمنعه من الظلم، أن تمنعه أن يظلم، لأن الظلم سيودي به إلى ما لا يحمد عقباه عند الله، فما بالك عند الناس. إذا منعته عن الظلم فقد نجا مما عند الله عز وجل من عقاب، ومما أيضا عند الناس. فلذلك المغاربة نعم على الرأس والعين، لأننا يجمع بيننا الوطن، يجمع بيننا الوطن ويجمع بيننا الدين. ولكن أنا سمعت بعضهم والله يعني شعري وقف، يقول هو هذا جزائري، يقول هو اليهودي الجزائري أفضل وأحب إلي من المسلم غير الجزائري. اليهودي الجزائري أقرب إلى قلبي وأحب إلي من المسلم غير الجزائري، من أي دولة كان، من المسلم المغربي على سبيل المثال. والله هذه كارثة، هذه كارثة عقدية. أين قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة؟ إنما المؤمنون، ما لم يقل إنما الجزائريون أو المغاربة أو التونسيون، أو إنما المؤمنون بصفة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة الإسلام. فكيف نجعل الولاء في الوطن مطلوب جدا، لأن هذا الوطن يقتضي منا أن نكون على قلب رجل واحد، وأن نبذل النفس والنفيس في حمايته وفي وحدته، جميل جدا. لكن الدين الإسلامي هو الذي يدفعنا لكي نكون كذلك. يعني هذه الشجاعة والإقدام وطلب الشهادة في سبيل الله وكذا، والدفاع عن العرض والأرض، ترى الدين هو الذي يأمرنا بالدفاع عن الوطن، الدين. فلا يمكن إقصاء الدين عن معنى المواطنة الحقيقية. فهذا المواطن المغربي حبيبي وأخي وأدافع عنه، لكن ليس على كيفما اتفق، ليس كيفما اتفق. إذا وجانا، وما معنى النصح إذن؟ الدين النصيحة، يعني نخلي واهي يصول ويجول ويتيه في التيه لأنه مغربي. أيها المغربي افعل ما شئت فأنا معك. من قال هذا الكلام؟ المغربي على الرأس والعين، لكن يوجهني وأوجهه، أنصحه وينصحني، التناصح، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، وأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا المغربي أخ في الدين، أخ في الوطن، أخ في المصير، أخ في التاريخ، أخ في الحاضر، ما في ذلك من شك. ولكن إذا أخطأ في قول أو أخطأ في عمل ولنا في ذلك من الله برهان، فالواجب الشرعي النصيحة، والواجب الشرعي أن نمنعه من أن يتمادى في غيه وفي باطله. مغربية، أنا سمعت مغربية والله سمعتها بأذني تقول الله ينعل الدين الجماجين، لأنها مغربية ما كاين باس خليها تسب الدين الجماجين. هذا كلام، هذا جريمة، هذه جريمة خلقية وجريمة دينية أيضا، لأن جماجم الجزائريين
جماجم المسلمين، إلا فيهم شي واحد ضربته شي حمارة زعرطته جابت له في الراس وطاح، ولكن نحن نأخذ على العموم. هؤلاء قتلتهم فرنسا دفاعا عن الأرض، دفاعا عن الدين، دفاعا عن إلى آخره، الحرية إلى آخره، قتلوا، جزت رؤوسهم هذا الصليبيون أعداء الله إلى آخره. ثم نقول باش نكاية في واحد المجموعة ديال الذباب ديال ولاد الحرام، حتى نلقي عليهم واحد النوع ديال الضغط أو الأذى، حتى نؤذيهم نكاية فيهم، حتى نوجعهم. ماذا نقول؟ نلحق الدين ديال الجماجم. هذا كلام لا يليق، لا يقوله مسلم. لقد نهانا الله عز وجل أن نسب الأصنام، فكيف نسب جماجم المسلمين؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأنك إذا سببت الصنم فالمشركون سيسبون إلهك الحق. ونهانا الله عز وجل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب والدينا. قيل يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال أن تسب والدي الآخر ثم هو يرد عليك فيسب والديك. فكيف نسب الذين استحلوا سباب المسلمين والطعن في أعراضهم وشتائم وإلى آخره والتنقيص من أحوالهم؟ فكيف يجوز أن تسب الجماجم؟ الناس أموات. اذكروا موتاكم بخير، اذكروا موتاكم بخير. والدين، الله ينعل الدين الجمال، الدين طيب يا سيدي، الدين الجماجم، الدين كان دين الإسلام، وسب الدين خروج عن الملة بإجماع الأئمة أولهم وآخرهم. من سب دين الإسلام وهو يعلم ما يقول فقد خرج من دين الإسلام، فيش كلام. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، وفي قراءة إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. الطعن في الدين جريمة شرعية، ردة. سب الرب ردة، سب الله تعالى ردة، سب القرآن ردة، سب أي نبي من أنبياء الله ردة، خروج عن ملة الإسلام. فهذه مغربية. إذا بما أنها مغربية نقول لها يلا نصفق لها، نقول والله لقد أصبت الهدف، جبتيها في 90، برافو لك. فكأن هناك من يتنافس في التفنن في السب والشتم ليس فكرا وليس علما وليس إيديولوجيا وليس أي شيء. انحطاط، هذا انحطاط خلقي. السب هبوط إلى القاع، وليس بعد القاع إلا القاع. فلا نجاري أعداء الله وأعداء الوطن وأعداء الدين في الفحش، إنما نحن هنا من أجل عرض حقائق أمتنا، حقائق دولتنا، بالوثائق، بالصور، بالخرائط، بكل وسائل الترغيب والترهيب والتشويق والتزويق. هذا من حقنا، ولسنا هنا من أجل الإقناع. أنا أخطئ كل من يقول أنا هنا من أجل إقناع الجيران. لا، لسنا. حتى كما قلت لكم 1000 مرة، حتى الرسل والأنبياء إنما أرسلوا لا ليقنعوا بل ليبلغوا. قال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ، وإن هنا بمعنى النفي، أي ما عليك إلا البلاغ، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر كما تعلمون، بمعنى أن الدعوة الإسلامية كلها قائمة على البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلم يأمره أن يقنع، أن الإقناع هذا بيد الله عز وجل. أنت فقط، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. بلغ، يؤمن لا يؤمن، يقتنع لا يقتنع، هذا شغله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال له سمع له القرآن، لكن يؤمن أو لا يؤمن هذا مش بيدك. قال الله في الآية الأخرى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. لذلك قال في سورة الكهف وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ولذلك